ضربت السمنه لحد ما بقت عامله زي الكريمه وبيضت معايا وافتحت. هنزل عليها بمعلقه من السكر واضرب. معلقه لحد ما كل معلقه بتختفي بنزل بغيرها لحد ما اخلص الكوبايه سكر من السكر البودر. قلنا 150 جرام من السكر البودر ومعايا 300 جرام من السمنه تكون متجمده علشان تديكي نتيجه حلوه جدا، ومعايا 500 جرام من الدقيق، ومعانا نشيل معلقه من الدقيق ونحط معلقه صغيره من النشا بتفرق حلوه جدا. بس اكتر من كده ممكن نحط فانيليا، وممكن نعملها بسمنه بلدي، وممكن نعمل خليط بين السمنه البلدي والسمنه النباتي. ممكن تعمليها بالسمنه النباتي عادي خالص. خلاص ضربنا السكر والسمنه لحد ما افتحوا معانا كده وبقوا كريمي خالص، ولحد ما نحس ان السكر اختفى تماما. هنزل بنقطه كده بسيطه من الفانيليا، مش كتير علشان ما تمررش معانا. هنا خلاص ضربنا السكر مع السمنة حلو جدا، وحطينا رشة من الفانيليا. خلاص ننزل بالدقيق مش كله، اهم حاجة تكوني نخلة الدقيق مرة واتنين علشان يطلع معاكي حلو جدا. احنا هننزل مش كل الدقيق علشان احنا مش عارفين الدقيق هياخد معانا قد ايه، بس ان شاء الله المقادير مظبوطة جدا. اهم حاجة تضربي السكر والسمنة حلو جدا لحد ما يبقى لونهم ابيض فاتح كده زي الكريمة علشان تطلع معاكي احلى ان شاء الله قريبة، علشان كل ما كده تلاقيها لونها فاتح ابيض كده وشكلها جميل جدا. هنا ممتازة كده. خلاص نعجنها، احنا يا دوب هنلم بس الدقيق يختفي وخلاص. على كده احنا مش هنعجن علشان ما تبوظيش العجينة يبقى ليها عرق. احنا مش عايزين يبقى ليها عرق العجينة، احنا عايزين تكون العجينة نلم بس الدقيق. شايفة انا بين صوابعي بلم بين صوابعي. وهنا خلاص خدت معايا النص كيلو من الدقيق بالظبط. وهنا معانا صاج كده، ومش هندهنه اي ماده دهنيه لان هي فيها الماده الدهنيه، مش محتاجه اي ماده دهنيه. وهنا معانا اللولي ده حلو جدا، بيكون فيه ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي لوز، اي نوع من عندك حطيه. هنا اهم شيء في العجينه لازم تنعميها بين صابعك، هي من العجينه وبتكون حلوه جدا. هنا العجينه لو اتشققت معاكي يبقى العجينه، شايفه هنا انا بضغط عليها مش بتتشقق معايا تمام جدا. لو اتشققت معاكي يبقى تكون العجينه كده محتاجه ايه، لسه كانت محتاجه سمن، السمن بتاعها قليل. لكن احنا مقاديرنا مظبوطه جدا، امشي على نفس المقادير ونفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها هتطلع معاكي ان شاء الله احلى وقريبه. انا هعملها صغيره كده حلوه جدا، كل ما بتكون صغيره طبعا بتكون افضل. وبتجيبي اللولي اي واحده كده صغنونه وبتروحي ضغطه بسيطه. خلاص على كده شايفين شكلها بيكون بالشكل الحلو ده. نعمل واحده مع بعض تاني، بتكون قطعة زي قطعة عين الجمل صغيرة. طبعا بتكون افضل بكتير لما بتكون كبيرة، هي قد القطمة. خلاص كده بتكون بالشكل الحلو ده. هنا بنضغط ضغطة بسيطة جدا مش بتتفرد معانا. وممكن لو انت حابة تعملي خايفة ان هي تفرش معاكي، اعملي واحدة ولا اتنين وحطيهم في الفرن تكون سخنة وحطيها تكون جربي. فلو انت خايفة تكون مش مظبوطة، عشان لو فيها اي حاجة. بس المقادير دي مظبوطة جدا. احنا قلنا 150 جرام سكر بودر، ويكون الافضل طبعا لو انت نخلاه في البيت وطحناه في البيت، لكن بتاع بره بيكون مزودينه نشا. بنضرب السكر حلو جدا وبعد كده بننخله بتاع سلك علشان تطلع معاكي. شايفين جمالها؟ شايفين الجمال؟ تحفة.
التسوية هتكون على 150. هتاخد اهم حاجة ان انت تعمليها على نار هادية 150، تكون مسخنة الفرن قبليها، وبتحطي الرف في الرف الوسطاني على الشبكة في الرف الوسطاني، وبتطلع معاكي احلى غريبة. هي مش بتاخد لون غير لون بسيط جدا. هنا ما تستعجليش عليها، كل فرن غير التانية. هنا مهمة جدا تسيبي فراغات بين كل واحدة والتانية. وهنا هنعمل كده واحدة تاني بعد ما تطلع هتكون عاملة ازاي. ايه رأيكم في الغريبة؟ بجد اللي سماها ناعمة غريبة بجد جميلة جدا، بسيطة. طعمها بيكون رائع جدا مميز. قلنا بتقعد 10 دقايق في الفرن، مش اكتر من 10 دقايق على درجة حرارة 150، ونكون مسخنين الفرن قبليها في الرف الوسطاني. بتاخد معاكي 10 دقايق، ما تزوديش عن 10 دقايق، لاني لو قعدتيها اكتر من 10 دقايق هتلاقيها اتشققت معاكي. وكمان احنا عايزينها على نار هادية علشان تطلع معاكي الغريبة دايبة كده معاكي وبتكون مستوية. مش عايزينها تكون عبارة عن بناكل دقيق وسمن وسكر، احنا عايزينها تستوي من جوه كده براحتها، وبتكون حلوة جدا، وبتفضل زي ما هي في اللون زي ما انتوا شايفين كده طالع زي ما هو، واخدة لون بسيط جدا من تحت، مش اكتر من كده. وما تشققتش معانا علشان ماشيين نفس الخطوات ونفس الطريقة، ومش بتلزق في ايدنا. سيبيها زي ما هي في الصينية او في الصاج لحد ما تبرد تماما. يعني تسيبيها في الصاج ساعة ساعتين علشان التلزيق اللي بيكون في الغريبة هي وطالعة، سيبيها تهدى خالص، بيروح خالص التلزيق وما بيكونش فيه اي حاجة في الايد، فسيبيها تماما. وهنا تعالي نشوف كمان معانا الغريبة هتكون عاملة ازاي من جوه. مهمة جدا لو انت حابة تخليها مقرمشة من جوه، وبتكون هنا شايفين كده اهي. هي دي الغريبة اللي احنا عايزينها، مش عايزاها تكون عبارة عن عجين احنا بناكله، احنا عايزينها تكون دايبة كده من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.